حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مسلسل Our Unwritten Story، وده واحد من أحلى وأجمل المسلسلات اللي اتكلمت وناقشت فكرة الضعف الإنساني بشكل شاعري وجذاب وبسيط جدا. المسلسل باختصار بيحكي عن قصة أختين، ميجي وميري، واحدة رياضية وقوية بتعافر وشخصيتها جذابة واجتماعية اللي هي ميجي، والتانية ميري شخصية خجولة شوية منطوية أكتر. الاتنين مختلفين تماما، وكل واحدة فيهم شايفة إن حياة أختها أفضل منها وأسهل بكتير من المعاناة اللي هي بتعيشها، بالرغم إن هما المفروض مقربتين جدا وبيحسوا بنفس الأشياء تقريبا، لكن كل واحدة فيهم عندها معاناة خاصة في التانية ما تعرفش عنها حاجة، معاناة حبساها جواها وبتعاني منها كل يوم، والمعاناة بتزيد أكتر وأكتر لأنها لا قادرة تفهمها ولا قادرة تشاركها مع حد، وخصوصا أقرب الناس ليها. والجميل في المسلسل ده إن كل الشخصيات اللي ظهرت فيه سواء الأبطال أو الشخصيات المساعدة كلهم بيعانوا من ضعف إنساني شديد. على الجانب التاني البطل اللي هو عنده برضه صراع نفسي كبير جدا، سواء من فكرة إن هو تسبب في موت أبوه، إحساسه بالذنب طول الوقت، إحساسه إن الست اللي بتربيه هو عال عليها وهو جاي عليها طول الوقت، وإن هي مجبرة إن هي تراعيه، فطول الوقت بيتصرف تصرفات سخيفة جدا. إحساسه طول الوقت إن هو وحيد وإنكاره لده برغم إن هو شخص ناجح محامي شاطر. كل الحاجات دي مش كفاية إن هي تملى فراغ الوحدة والضعف النفسي اللي بيعاني منه. كل الصراعات دي بتتبلور في قصص رومانسية جميلة وبسيطة. حتى الشخص الرابع اللي معاهم اللي هو المفروض الرجل البورصة اللي ساب كل ده بسبب إنه تسبب في موت جده برضه بطريقة غير مقصودة، وراح فتح مزرعة في المدينة اللي عايشين فيها الأختين في الأصل، هو كمان عنده صراع جميل جدا، صراع يعتبر كلنا بنعيشه، فكرة إن أنا شخص ناجح جدا. أنا يا بنتي شكرا يا بنتي على ثقتك الغالية. مش احنا طبعا اللي ناجحين، ما اقصدش احنا، اقصد صراع ان احنا بنجري ورا شغف الحلم وتحقيق الذات، وممكن حتى ابسط الامور ما نهتمش بيها. لو جالنا تليفون من حد قريب مننا نكنسل عليه عشان احنا مشغولين. التليفون ده ممكن يكون بيأثر على حياة انسان، ممكن يكون بيأثر على احلامه وطموحاته. لحظة واحدة ممكن تغير مسار بني ادم لو ردينا عليه او كنسلنا في وشه. فكرة الاختين لما يبدلوا حياتهم مع بعض عشان كل واحدة تقدر تواجه مشاكل التانية بطريقة غير مباشرة وتكتشف نفسها، تكتشف عيوبها وتكتشف أحلامها المؤجلة. كل واحدة فيهم كانت عايزة تبقى إيه، كل واحدة فيهم بتتعرى قدام نفسها حقيقي عشان تقدر تواجه كل مخاوفها القديمة ويقدروا يتحركوا لقدام. والمسلسل ده من مسلسلاتي فعلا المفضلة واللي أثرت فيا بشكل كبير. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.